بيبدأ الفيلم في بيت طلعت وهو بيعزف على القانون، وبيكون طلعت وكيل وزارة، وبيكون عنده بنتين وولد، ويبقى كل واحد فيهم عايز من أبوه مصلحة معينة. أو تبقى أميمة عايزة منه فلوس عشان جهازها، وبتكون بنته سحر في كلية الطب وبتطلب منه يشتري لها جثة عشان مذاكرة التشريح، وبيبقى تمنها غالي جدا. وبيكلموا ابنه شريف اللي بيكون عايز ثانوية عامة مرتين وجاب 50% وعايز يدخل معهد خاص للطيران المدني، وطبعا بتبقى مصاريف المعهد ده غالية جدا. فبيتعصب عليهم لأنهم كل اللي هاممهم الفلوس، ومش حاسين إنه تعب عشانهم كتير، وبتحاول مراته تهديه. وتاني يوم بيروح طلعت شغله، وبتصحى أميمة تزعق الصبح عشان أختها خدت بروزتها. بنعرف إن ما عندهمش هدوم كتير، وإن أصحابها مستواهم المادي عالي وهي باينة في وسطهم إنها من أسرة بسيطة. وبنرجع لطلعت اللي بنشوف إنه إنسان شريف جدا في شغله، وبيقول للسكرتير بتاعه إنه محتاج جثة للتشريح لبنته سحر. وبيجي اتنين مقاولين عشان يقابلوا طلعت، وبيسمعوا السكرتير وهو بيتكلم في التليفون، وبيقول إن طلعت عايز جثة بس مش قادر على ثمنها، وبيكون ليهم مستحقات عند الوزارة. لكن طلعت بيرفض يصرف لهم الفلوس لحد ما يسلموا المباني. وبنروح لأميمة وخطيبها عاطف، واللي بيكون شخص متدين جدا هو وأهله، وبتكلمها أخته إيمان عن إنها تتحجب. وبيروح شريف لمعهد الطيران عشان يعرف الشروط. وبتيجي أميمة وبتقول لمامتها إن عاطف لقى شقة، وإنها عايزة فلوس عشان تجيب العفش. وبتبقى سحر مستغربة إن أختها مستعجلة قوي على الجواز، وبتقول إنها مش ناوية تتجوز خالص. وبتقعد الأسرة كلها يتغدوا مع بعض، لكن كل واحد من ولاد طلعت بيفكروا بطلبه، فبيتعصب وبيقوم من على الأكل. وبيقعد بالليل يعزف على القانون، لكن بيتقطع منه وتر، فبينزل يروح شارع محمد علي وبيسأل عن حد بيصلح قانون. وبيستغرب صاحب المحل انه مشافوش قبل كده، وانه عارف طبعا كل الموسيقيين في المجال، وبيقول له طلعت انه هاوي ومش شغال في المجال. ونروح للاتنين المقاولين اللي بيقدروا يوصلوا لعنوان طلعت، وبيجيبوا جثة هدية لبنته عشان يرش طلعت بيها ويمشي لهم الشغل. لكن مرات طلعت بترفض تاخد الهدية ولا تدخلها البيت، واثناء ما بيشيلوا الصندوق ينزلوا بيه السلم بيتزحلق منهم، بيفضل يخبط على السلم لحد ما بيتفتح وتطلع منه الجثة، ويفضل البواب يزعق وبيعرف السكان كلهم ان الصندوق فيه جثة. بنرجع لطلعت اللي بيجرب القانون بعد ما اتصلح. والراجل صاحب المحل بيعجب جدا بعفشه، وبيعرض عليه انه يشتغل في فرقه موسيقيه، وبيعرض عليه مرتب كبير جدا. فبيقول له طلعت انه هيفكر، وبيديله رقمه في المكتب، وبيقول له ان اسمه عبد الحميد. وبيوصل طلعت البيت، وبيكون الجيران طلبوا الشرطه، وبيروح طلعت مع المقاولين القسم عشان يكملوا التحقيق. وبيتكلم طلعت مع اولاده، وبيقول لهم انه عارف انهم عايشين عيشه محدوده، وان اللي قدر عليه عمله معاهم من تعليم واكل ولبس، لكن الدنيا هي اللي اتغيرت، وانه ما يقدرش يغير مبادئه هو كمان، بيقبل رشاوي عشان يختني. وبنرجع لصاحب محل الادوات الموسيقيه، وبنعرف ان اسمه شبوره، وبيكون شغال مع سوسو بلابل الرقاصه. وبيحكي لها شبوره عن طلعت، وبتقوله يتصل بيه عشان ياخدوا معاه ميعاد تسمع عزفه، ولو عجبها هتضمه للفرقه بتاعتها. وبيتصلوا بيه وهو في اجتماع، وبيبقى محرج جدا ومش عارف يتكلم معاهم، فبيطلب منهم يكلموه بعد شويه. وبيروح طلعت البيت، وطول الطريق بيكون بيفكر يشتغل فعلا في فرقه ولا لا. وبيدخل البيت وبيلاقي أميمة اتحجبت، وبتقول له سحر انها لابساه عشان خطيبها هو اللي طلب منها كده، وكمان طلب ان سحر تتحجب. بيقول لها انه مش من حقه يحكم على اختها، لكن طالما أميمة موافقه هي حر. وبتقول أميمة لطلعت ان عاطف واهله معزومين عندهم بكره، وبيطلب طلعت من مراته انها تطلع له البدل بتاعته القديمه وتحط كام واحده منهم في الدولاب. وبيروح طلعت يقابل سوسو وشبوره على اساس انه عبد الحميد، وبتعجب جدا بعزفه على القانون. وبتنام مرات طلعت وهي مستنيه. وبيصحيها شريف، فبتقوله انها قلقانه على طلعت لان عمره متاخر قوي كده. وبيقول لها شريف انه قرر يعيد الثانويه العامه عشان يجيب مجموع يقدر يدخل كليه على قد امكانيات ابوه، عشان معهد الطيران غالي قوي عليه. لكنها بتقوله انها هتكلم باباه في موضوع المعهد تاني. وبنرجع لسوسو وهي بتتفق مع طلعت على الفلوس وعلى مواعيد الشغل، ولما بتطلب منه عنوان بيته عشان احيانا بيجي شغل مفاجئ بيقول لها ان التليفون كفايه. وبيتفق معاها كمان انه هيتنكر وهو معاهم، عشان هو موظف حكومه ومش قانوني انه يجمع بين شغلانتين. ولما بتساله مراته هو كان فين متاخر كده، بيقول لها انه هيقول لها كل حاجه في الوقت المناسب. وبيروح شغله، وبتتصل بيه سوسو وبيرد عليها السكرتير، لكن طلعت بيقول له يقفل السكه. ولما بتتصل تاني بيرد عليها طلعت، وبتقول له ان في فرح النهارده، بيبقى عايز ياجل عشان عزومه عاطف خطيب أميمة، لكن طبعا ما بيقدرش. وبيقعدوا مع بعض على الغدا، وبيقول لهم طلعت ان مصروف كل واحد فيهم هيزيد، وبيبقى مبسوط جدا لما بيشوف ولاده مبسوطين. وبيجي ولد عاطف، وبيبقى عمال ياكل في الجاتوه والشوكولاته بطريقه صعبه جدا. وايمان اخت عاطف بتفضل تكلم سحر عن الحجاب، وانها ازاي مش محجبه، وبتتضايق سحر وبتقوم تدخل اوضتها. وبيقولوا اهل عاطف انهم هيجيبوا الشقه وهيدفعوا المهر بس، لكن كل فرش وعفش البيت والادوات الكهربائيه على العروسه. وبيعترض طلعت على الاتفاق ده، وبيقول لهم ان الشرع ما بيقولش كده، فبيقولوا انهم ماشيين تبع العرف مش تبع الشرع. وبيقول لهم طلعت انه محتاج وقت يفكر. وبتتكلم أميمة مع سحر، وبتبقى متضايقه من باباها، لكن سحر بتقول لها انه عامل لها قيمه قدامهم. وبيروح طلعت بالليل الفرح، وبيعزف مع الفرقه، وبيبان ان سوسو معجبه بيه وعايز يتكلم معاه في اي موضوع. لما بيروح بيقول لمراته انه لقى شغلانه بالليل في شركه عشان مصاريف الولاد. وبيدخل شريف معهد الطيران وبيبدا الدراسه. وبيروح طلعت لسوسو عشان عايز تاخد رايه في عازف جديد ممكن ينضم للفرقه. ولما بيسمع طلعت عزفه ما بيعجبوش، فبيتعصب العازف وبيمشي. وبيقعد طلعت مع سوسو يتعشوا مع بعض، وبتسأله عن حياته الشخصيه وعن مراته، وبتفضل تلمح له انها بتحبه، لكن طلعت بيتهرب من كلامها. وتاني يوم بيجمع مبلغ من شغل مع الفرقه، وبيديه للسكرتير يروح يحطهم في البنك باسمه. ولما بيلاقيه مستغرب بيقول له طلعت انه كان عنده ارض وباعها. بتتكلم سحر مع مامتها، وبتقول لها انها عايزه تروح فرح واحده صاحبتها، بس الفرح في منطقه شعبيه وباباها مش هيوافق. فبتقول لها مامتها انها تقنعه. لما بيسال طلعت سحر الفرح فين، تكذب عليه وبتقول له فندق عشان يوافق. وبيوافق. بتروح سحر الفرح مع شريف اخوها، وبيروح طلعت فرح عشان يعزف فيه، وبيطلع هو نفس الفرح بتاع صاحبه سحر.
وبتتصدم سحر وشريف لما بيشوفوا باباهم بيعزف في فرقة فرح، وبيتصدم طلعت لما بيشوف ولاده، وبترجع سحر منهارة وبتحكي لأميمة بصوت عالي. لما مامتهم بتسأل فيه إيه بيكدبوا عليها ومش بيقولوا لها الحقيقة. وبيجي طلعت وبيتخانق مع سحر عشان كدبت عليه في مكان الفرح، فبيزعق سحر فيه فبيضربها بالقلم وبينفعل وبيسيبها وبيخرج بره الأوضة. وتاني يوم بتكتب الجرايد على التشكيل الوزاري الجديد. تبقى سوسو عايزة تعرف طلعت بيشتغل إيه، وبتخلي شبورة يراقبه. نرجع لطلعت اللي بيكون اسمه في التشكيل الوزاري الجديد، لكن بيرفض طلعت المنصب، ولما بيرجع البيت بيكون ولاده متضايقين منه جدا عشان رفض منصب الوزير. فبيقول لهم ان مرتب الوزير مش هيخليهم عايشين في المستوى اللي هم فيه دلوقتي، لكن شغلانه الانونجي هي اللي جابت لهم الفلوس الكتير دي كلها. بيصالحوا ولاده مع شغلانه باباهم، وبيروح طلعت يعزف في سهره في فندق، وبيكون سهران فيه الاتنين المقاولين اللي جابوا له الجثه هديه قبل كده، لكنهم بيكونوا سكرانين فبيفتكروا ان واحد شبهه. وبيروح شبوره لسوسو وبيقول لها ان طلعت ساكن في عماره شيك جدا على النيل، وانه جاله عربيه في سواق ووصلته الوزاره، وانه شخصيه مهمه جدا والناس كلها بتحترمه. ولما بتسمع سوسو الكلام ده بتقرر تروح بنفسها تسال عليه. تعرف ان اسمه طلعت مش عبد الحميد زي ما فهمها، وانه وكيل وزاره ومرشح يبقى وزير. بتتصدم سوسو وبتعيط. وبيجي المدير المالي في الوزاره وبيحاول يقنع طلعت يصرف استحقاقات الاتنين المقاولين، لكنه بيرفض وبيقول له لما يسلموا المنشات الاول. وبيواجهه وبيقول له انه كان سهران في كباريه وبيشرب ويسكي. وبيستغرب المدير المالي ان طلعت عارف، لكن طلعت بيقول له ان المقاولين دول متراقبين وهو كان قاعد معاهم. وبيروح المدير المالي للمقاولين وبيقول لهم انه طلعت قال له انهم متراقبين وعارف كانوا سهرانين فين وبيشربوا ايه كمان. فبيفهموا ان هو الانونجي اللي شافوه ساعتها بيعزف. وبيروحوا الكباريه وبيسكر المقاول، وبيروح يتريق على طلعت وسط الزباين كلهم، وبيواجهه وبيطلب منه يبطل تنكر انه عارف هو مين. وبعد السهره ما بتخلص بتقعد سوسو مع طلعت وبتواجهه انها عرفت حقيقته، لكنها مش زعلانه منه وبتهون عليه عشان الموقف اللي حصل. وتقوله لو حابب يسيب الشغل معاها عشان ما يحصلش فضيحه في الوزاره هي ما عندهاش مانع. لكن طلعت بيقول لها انه مش مختلس ولا بياخد رشاوي، هو بيشتغل فنان وعازف ودي حاجه ما تعبهوش، ولو حصل له مشاكل في الشغل هيقدم استقالته. تاني يوم لما بيروح الشغل بيلاقي الناس كلها واخده منه موقف وبيتريقوا عليه، وبيكونش طلعت فاهم في ايه لكنه ما بيهموش. وبيروح طلعت يعزف وهو مش متنكر، وبتيجي اسرته كلها وبيتفرجوا عليه وبيكونوا فخورين بيه جدا وبيشجعوه. وبيتصدم طلعت لما بيشوفهم لكنه بيتبسط لما بيلاقيهم متقبلينه وبيشجعوه. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك في القناة. تحياتي ليكم ريهام حشاد.